يا أهلا بيكم يا محبي أفلام والمسلسلات التركية في ملخص الأول من مسلسل حلم أشرف. قبل ما نبدأ الحكاية، لو عجبك المحتوى ومتنساش تدعمنا بلايك واشتراك علشان يوصلك كل جديد وتشجعنا نكمل ونقدم لك قصص أقوى وأجمل. المسلسل بيبدأ بزعيم عصابة اسمه أشرف قاعد على مكتبه ماسك سلاحه، ملامحه كلها تعب وحزن. بعد شوية بيقوم من مكانه يبص على صورة حبيبته نيسان والدموع مالية عينه. بيخرج من المكتب وينزل السلم بصعوبة لأنه مصاب، وساعتها بنكتشف إن حصل هجوم مسلح على بيته. البيت اتدمر ورجالته كلهم ماتوا في الهجوم ده. بيحاول أشرف يوصل لعربيته وبمجرد ما بيركبها بيموت متأثر بإصابته. بعد كده بنرجع بالزمن لورا وبنعرف إن أشرف كان ولد يتيم، وكان وهو صغير شغال عند ميكانيكي. وفي يوم وهو بيساعد الميكانيكي بيشوف بالصدفة بنت جميلة اسمها نيسان وبيحبها من أول نظرة. ومن اللحظة دي بيتولد جوه قلبه حب كبير ليها، حب بيعيش معاه سنين طويلة. بتعدي 20 سنة ولسه أشرف مش قادر ينسى نيسان رغم إنه ما شافهاش تاني من وقت ما كانوا أطفال. حبها مسيطر عليه لدرجة إنه بيقعد كتير قدام البحر يفكر فيها، وساعات بيرسم ملامحها زي ما متخيل شكلها وهي كبرت. كمان بنشوف إن أشرف دايماً بيروح ملهى ليلي وبيطلب من المغنية هناك تغني أغنية معينة بتفكره بنيسان، ويفضل يسمعها طول الليل. في الناحية التانية بنتعرف على 3 من صحاب أشرف. أول واحد اسمه جودال، وده أقرب واحد ليه، عارف كل أسراره بس عنده مشاكل كتير مع مراته بسبب علاقاته الكتيرة مع الستات. التاني اسمه مسلم، وده كان محارب قديم في الجيش، بس بعد ما اكتشف خيانة صاحبه ليه قتله ودخل السجن، وهناك اتعرف على أشرف. التالت اسمه فاروق وملقب بالبروفيسور لأنه الوحيد فيهم اللي دخل الجامعة. دخل السجن بعد ما قتل مراته لما عرف إنها بتخونه، وهناك كمان اتعرف على أشرف وبقوا أصدقاء. وبيظهر إن ال3 دول رايحين ياخدوا أشرف من الملهى اللي سهران فيه. وأول ما بيركب العربية جودال بيكلمه بعصبية، مش عاجبه اللي أشرف بيعمله في نفسه عشان واحدة حتى ما يعرفش اسمها، بس أشرف بيتجاهله ومش بيرد. وفي نفس الوقت بنشوف نيسان وهي بتغني مع فرقتها في مطعم، لكن للأسف الشرطة بتيجي وتقفل المكان بسبب الإيجار المتأخر. فبيمشوا كلهم زعلانين عشان مش هيقبضوا فلوس. بيتكلموا عن أحلامهم وإنهم يتشهروا يوم من الأيام. بعد ما بيمشوا نيسان بتقابل راجل عجوز اسمه خضر بيعزف موسيقى في الشارع. بتتفاجئ إنه لسه واقف في الوقت المتأخر ده، ولما بتسأله بيقولها إنه محتاج يشتغل عشان يجيب أكل لأحفاده. نيسان بتتعاطف معاه وبتقرر تساعده وتقف جنبه وتغني. الناس بتنبهر بصوتها ويتجمعوا حواليها ويدوها فلوس كتير. خضر بيبقى مبسوط جدا ويديها نصيبها، بس هي بترفض وتطلب منه يسلم على أحفاده. بعد كده بترجع نيسان شقتها، بتلاقي أختها عفراء نايمة، وبنعرف إن أهلهم ماتوا في الزلزال وإنهم خرجوا من تحت الأنقاض بمعجزة. تاني يوم الصبح نيسان بتصحى على صوت صاحب البيت اللي بيهددها بطرد لو ما دفعتش الإيجار ويديها مهلة شهر واحد. نيسان بتزعل جدا، ولما تدخل البيت تلاقي أختها بتقولها إنها عايزة تسيب الجامعة وتشتغل تساعدها، بس نيسان بترفض وبتقولها تهتم بدراستها وما تشغلش بالها بالفلوس. في اليوم اللي بعده نيسان بتفتح تليفونها وتتفاجئ إن في فيديو ليها وهي بتغني الليلة اللي فاتت، والفيديو ده منتشر جدا على السوشيال ميديا والناس كلها بتتكلم عنه. فرحتها ما بتتوصفش، كانت مبسوطة جدا إن أخيرا صوتها وصل للناس. لكن الفرحة ما بتكملش، بيجي لها اتصال من الجامعة وهناك بتتصدم لما تعرف إن مصاريف الجامعة لسه ما اتدفعتش. بتسأل أختها عفراء بغضب إزاي يا عفراء، مش أنا اديتك الفلوس؟ عفراء ترد بحزن وتقولها إنها اشترت لبس جديد لأن هدومها القديمة مبهدلة ومكسوفة تروح الجامعة بيها. نيسان بتحضنها وبتحاول تطمنها وتقولها ما تزعلش وإنها هتتصرف وتدفع المصاريف بنفسها. في الناحية تانية بنشوف أشرف وجودال وفاروق ومسلم بيجهزوا نفسهم وبينزلوا يفطروا. هناك بتستقبلهم حفيظة اللي دايما بتخدمهم وبتجهز لهم الأكل. بعد ما يخلصوا فطار بيركبوا عربياتهم وبيتحركوا لمكان بعيد بره المدينة. في الطريق مسلم بيقتل واحد من السواقين اللي معاهم بعد ما يكتشفوا إنه خاين وبيبلغ الشرطة عن تحركاتهم، وبعدها بيكملوا طريقهم وبيوصلوا للفندق اللي بيتعاملوا معاه. وفي نفس الوقت بتوصل نيسان لنفس الفندق لأنها متعاقدة تغني في فرح هيتعمل هناك، والصدفة بتجمعها مع أشرف الأسانسير. أشرف أول ما بيشوفها بيقف مذهول بيركز في ملامحها، لكن بسرعة يبعد نظره عنها بخجل. نيسان تبتسم وتبدأ تكلمه بلطف وبتقول له إنها مغنية ومعاها فرقة موسيقية وجاية النهاردة علشان تغني في الفرح اللي هيحصل في الفندق. بعدها بتسيبه وبتروح تقابل مدير الفندق أرماك علشان يتفقوا على التفاصيل. في الوقت ده أشرف بيروح على الخزنة بتاعة الفندق وبيحط فيها الفلوس اللي جمعوها من شغلهم الشهر ده. وبعد شوية وهو خارج بيشوف نيسان وهي خارجة من الفندق، فبيوقفها يسألها بنبرة غريبة انت ليه مش بقيتي مغنية مشهورة ولا يمكن صوتك وحش؟ نيسان تتعصب من طريقته وترد بثقة صوتي حلو جدا بس حظي اللي مش حلو، وتسيبه وتمشي وهي متضايقة. وفي اللحظة دي بتظهر شرطية اسمها شيدان كانت بتراقب أشرف من بعيد، ولما تشوف نيسان واقفة معاه
تفتكر إنها صاحبته فتمشي وراها وتعمل نفسها كأنها تعرفها وتنادي عليها باسم واحدة تانية. نيسان أول ما شافت الشرطية عرفت إنها مش صاحبتها اللي بتنادي عليها وقالت لها إنها غلطانة في الشخص. شيدان الشرطية اعتذرت بسرعة وقالت لها إنها آسفة على سوء التفاهم، لكنها في الحقيقة كانت بتعمل كده علشان تعرف اسم نيسان وتبدأ تتحرى عنها. بعدها رجعت شيدان على قسم الشرطة، وهناك مديرها عرفها على محقق جديد اسمه سردار، اتنقل مخصوص للقسم علشان يساعدهم في قضية أشرف اللي بقالهم 3 سنين مش قادرين يقبضوا على أي حد من التنظيم اللي تابع ليه. دخلوا كلهم قاعة الاجتماعات، وهناك بدأت شيدان تشرح تفاصيل المنظمة. قالت إن المنظمة مكونة من 6 أشخاص، الزعيم و5 مساعدين. الزعيم اسمه يعقوب والمعروف بين رجاله بلقب الأب، وكل أعضاء المنظمة بينادوه بالاسم ده احتراما وخوفا منه. وبعدين بدأت توضح الأدوار. أول واحد اسمه جميل وده دراع يعقوب اليمين وكاتم أسراره. التاني صادق مسؤول عن نشاط الملاهي الليلية. التالت سانجور مسؤول عن تهريب أموال المنظمة بره البلد. الرابع أدير شغله الأساسي في تجارة وتهريب السلاح. والخامس هو أشرف واللي بيهتم بالفنادق وأعمال الإمار. وقالت إن أشرف أخطر واحد فيهم لأنه ذكي جدا وبيحسب كل خطوة قبل ما يعملها. في نهاية الاجتماع سردار سأل شيدان ليه لحد دلوقتي ما قدروش يقبضوا على أي حد منهم. ردت وقالت إنهم مش قادرين يوصلوا لأي معلومة مؤكدة، وإن كان عندهم سواق من رجالة أشرف بيتعاون معاهم، لكن فجأة اختفى ومحدش عارف مكانه. والمعلومات اللي قالها قبل ما يختفي ما كانتش كفاية لإثبات أي تهمة ضد حد من المنظمة. سردار طلب منها ملف القضية علشان يدرسه، فادت له شيدان الملف وقالت له إنها في مرة رجالة أشرف مسكوها وهي بتراقبهم، لكنه ما قتلهاش رغم إنها كانت خطر عليهم. سردار استغرب جدا وقالها يعني زعيم عصابة وما بيقتلش شرطية، لكن شيدان ردت بثقة وقالت له إن أشرف رغم إنه مجرم إلا إن عنده مبادئ وما بيأذيش حد من الشرطة. سردار ما صدقهاش واتهمها إنها يمكن تكون بتشتغل مع أشرف، فتعصبت جدا واتخانقت معاه وقالت له إنه غبي وإنها أكتر واحدة نفسها تقبض عليه وعلى كل أفراد المنظمة. ساعتها سردار اعتذر لها ووعدها إنهم هيقبضوا عليهم قريب. ولما خرجت شيدان من قاعة الاجتماعات استلمت التحريات اللي طلبتها عن نيسان وعرفت عنها كل حاجة. وفي نفس الوقت كان أشرف وباقي أعضاء المنظمة مجتمعين عند يعقوب الزعيم اللي الكل بينادوه الأب، وبيظهر إن يعقوب هو اللي رباهم من وهم صغيرين لأنهم كلهم أيتام وما عندهمش أهل. في الاجتماع كل واحد فيهم بدأ يقول هو جمع قد إيه فلوس الشهر ده، ولما جه الدور على أشرف يعقوب انبهر بيه لأنه كان أكتر واحد جمع أرباح. في اللحظة دي بتبان الغيرة على وش أدير لما يشوف إن يعقوب مبسوط بأشرف ومقدره أكتر من الباقي. والاجتماع ده بيكون في نفس يوم الاحتفال بيوم اليتيم، فيعقوب بيقرر يخصم نسبة من أرباح الشهر علشان تتصرف على الأيتام ويدي كل واحد من ال5 صورة ولد يتيم علشان يهتم بيه ويصرف عليه. بعد ما الاجتماع بيخلص أدير بيتكلم مع أشرف وبيقوله يركز كويس في الفرح اللي هيتعمل في الفندق الليلة دي، لأن الفرح ده بتاع ابن عزت زعيم العصابة اللي أدير بيتعامل معاه وفي بينهم شغل كتير ومصالح. أشرف يطمنه ويقول له إن كل حاجة تمام وإنه بنفسه اتأكد من كل التفاصيل، فأدير يشكره ويمشي كل واحد في طريقه مع رجالته. وبعدها مساعد أدير كنان بيقول له إنه سمع الدكتور بتاع يعقوب وهو بيتكلم في التليفون، ومن كلامه عارف إن يعقوب مريض بمرض خطير وأيامه بقت معدودة. الخبر ده بيكسر قلب أدير لأنه بيحب يعقوب جدا وبيعتبره أبوه الحقيقي. في نفس الوقت بيروح أشرف يقابل الولد اليتيم اللي قرر يتكفل بيه وبيكون اسمه عمر، بيشتغل في ملعب كورة صغير. أشرف بيقوله بابتسامة من النهاردة الملعب ده بقى بتاعك. عمر ما بيصدقش في الأول ويفضل باصص له باندهاش، لكن صاحب الملعب يأكد له إن أشرف فعلا اشترى له الملعب. ساعتها أشرف بيقول له من اللحظة دي اعتبرني أبوك وعايزك ترجع مدرستك وتكمل تعليمك، لكن عمر يرد بخجل أنا سبت المدرسة من زمان. هنا فاروق يتدخل ويقول له إنه هيساعده يرجع ويتابع دراسته، وبعدها يسلموا عليه كلهم قبل ما يمشوا وسط فرحة عمر اللي لسه مش مصدق اللي حصل. ما تنساش دوس لايك وتشترك في القناة عشان توصلك كل ملخصات أفلام أول بأول.